اسأل سؤال عجيب: هل يوجد وجود سابق للروح؟ يقصد الروح الإنسانية في الإنسان. دكاترة علم النفس بيقولوا إن الروح كانت موجودة في جسد سابق، وعندما يموت هذا الإنسان وهو غير تائب تذهب الروح لتسكن في جسد آخر، وهذا يسمى بدورات الحياة. ولو النظرية دي غير صحيحة ليها، الله بيسمح إن طفل يتولد بحالة الداون اللي هو المرض المنغولي أو المغولي. الطفل إيه ذنبه؟ إيه إنه يعاني بالشكل ده؟ أنا بقول لصاحب السؤال: دكاترة علم النفس يقولوا اللي هم عايزينه، بس المهم يثبتوا اللي بيقولوه. وبعدين دكاترة علم النفس اللي بيتكلموا على الروح الإنسانية، أنا عايز أسألهم سؤال مش على الروح الإنسانية، على روحهم هم اللي سكنوا فيها. أقول لدكتور علم النفس: أين توجد الروح فيك؟ يجاوبني الأول، بدل ما يتكلم على الأرواح والنظرية وخرجت وكانت في جسد آخر والكلام ده السفسطائي اللي هم بيقولوه. أين توجد الروح فيك؟ تقول توجد في جسمي كله. طب لو اتقطع الدراع أو الرجل، الروح هتبقى مدلدلة في الهواء ولا هتتقطع ولا هتنكمش؟ أسئلة كتيرة. الطب نفسه سمى إن الروح هي السر الإلهي. كلمة سر إلهي يعني فوق مستوى العقل. فإذا كانت روحك اللي ساكنة فيك لا تعلم أين مكانها داخلك، قاعد تفتي في الأرواح لما تخرج وتسكن في أجساد أخرى. لما تيجي تقول لي المرض المنغولي، بتقول لي إيه ذنب الطفل؟ المرض المنغولي أو كل الأمراض أو الحياة، ربنا بيمشي العالم بقوانين. القوانين دي موضوعة، ففي القوانين بتحصل أخطاء. فالأخطاء اللي بتحصل فدي بتدل تنزل على الأبناء. الآباء أكلوا الحصرم والأبناء درسوا زي ما بيقول الكتاب. ففي حاجات يعني زواج الأقارب بيولد أمراض، والأولاد ما بيبقوش الحياة بالنسبة لهم سليمة. عشان كده لما يتولد واحد في نقص معين أو في عمل معين، ده نتيجة القوانين اللي البشرية في سلسلة الأنساب ما اتبعتهاش صح. لو قريت سلسلة الأنساب بتاعت الآباء تلاقي كانوا بيعيشوا بال900، بعد كده نزلت في أيام نوح، بعد نوح بقت 120، جت عند موسى 70 ومع القوة 80. إذن هنا مع ممر الأيام، لأن الإنسان قال عنه ربنا: أنا صنعت الإنسان مستقيما، أما هم فلجأوا إلى الاختراعات. فالاختراعات هي اللي دخلت، والتكنولوجيا دخلت، والكيماويات دخلت، والأمراض كترت. فما تنسبش هذا لله، لكن تنسب هذا للقوانين الطبيعية. لو الإنسان كان احترمها من البداية ما كانش هيكون فيهم أي نوع من